السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعينا الكرام، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وجايب لكم منتج خاص برمضان وأي وقت تاني غير رمضان. طبعا الراديو بنشغل عليه إذاعة القرآن الكريم وإذاعات تانية كتيرة جدا، بيبقى مهم جدا وضروري وأساسي في أي مطبخ. جايب لكم الإصدار التقليدي اللي فيه زي مثلا بيقولوا عليه اللي هو الجهاز أو الأداة أو البكرة اللي بتولف، اللي هو مثلا زي التصميم القديم جدا اللي كان بيولف يدوي، غير بقى الحاجات الحديثة اللي بتولف اوتوماتيك. طبعا شكله جميل جدا، حجمه صغير، مناسب جدا لناس كتيرة جدا، مناسب للمطبخ، مثلا حد شغال امن، حد بيسهر فترة طويلة جدا، حد محتاج قاعد في مكان مثلا مفيش جنبيه جامع، عايز يعرف الاذان اذن ولا لسه ما اذنش. كل الكلام ده كله هيبقى مفيد جدا معاك ومناسب جدا. المميز فيه ان الاشاره بتاعته قويه جدا، بيلقط في اماكن صعبه جدا واماكن بعيده. والمميز فيه كمان ان هو فيه 3 موجات، يعني في موجة الاف ام والاي ام والاس دبليو. راديو جميل جدا ومميز، ماركة جوك الشهيرة طبعا. والمميز والجميل فيه كمان ان الشحن بتاعه مدخل التايب سي، الشاحن اللي هو متوفر معانا كلنا، الشاحن الاساسي والوصلات الاساسيه في كل مكان، واصلا بيجي معاه وصله صغيره ممكن تركبها في اي راس شاحن، والتايب سي متوفر وسهل. طبعا مزود هنا بمكان او جاك الاي او اكس اللي ممكن تركبه فيه سماعه، بدل ما تستخدم السماعه الكبيره لا ممكن تركبه فيه سماعه، تقدر تعلي وتوطي. زي ما قلنا الاشاره بتاعته قويه جدا، وتقدر تولف عن طريق البكره دي، وال3 موجات بتغيروا من المفتاح ده. احسن حاجه فيه بقى واجمل حاجه البطاريه، وخليكم معايا دلوقتي هنشوف البطاريه عامله ازاي. المميز والجميل بقى في الاصدار ده، غير ان هو الشاحن بتاعه تايب سي المتوفر معانا كلنا، الجميل فيه كمان ان بيجي بطاريه قابله للشحن. المقاس بتاعها مقاس موجود، مش سبيشيال مش نادر، لا ده موجود في كل مكان. القوه بتاعتها 500 ملي امبير، طبعا دي قويه جدا، والفولت بتاعها 3.7 فولت. بعد عمر طويل حتى هي اصلا قابله لاعاده الشحن، يعني خلاص فضي انت بتركب اليوز التايب سي من هنا، تبدا تشحن من تاني، تقعد معاك فتره طويله جدا. حتى بعد ما يعني بعد فتره كبيره، بعد ما عمرها الافتراضي ينتهي البطاريه متوفره، ولو تواصلت معانا انا هقدر اوفرها لك. هنبدا بقى نشغله ونسمع صوته عامل ازاي. طبعا دي الارشادات او المواصفات المكتوبه عليه. تمام، هو بيشتغل ب5 فولت اللي هو الشاحن تايب سي العادي، في اف ام واس واي ام والاس دبليو. تمام، 3 موجات. وهنبدأ نشغله دلوقتي ونسمع صوته. طبعا هنفتح على إذاعة القرآن الكريم، وخليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية بعد ما شغلنا وفتحنا الراديو. هبدأ أعلي الصوت. دي إذاعة القرآن الكريم. طبعا انت ممكن ترفع الانتنة، وممكن برضو ما ترفعهاش على حسب جودة الإشارة عندك في المنطقة أو في المكان اللي انت بتستخدمه فيه. طبعا زي ما انتم سامعين كده صوته نقي جدا. مبطلات الصيام، ولكن هناك امور هي مكروهه لا تبطل الصيام، ولكن ينبغي على الصائم المسلم ان يبتعد عنها. يعني تجد انسان صائم ويغتاب الناس، وعندما يسأل يقول. طبعا زي ما انتم شايفين، لو ما انا بنزل البكرة دي كده للاخر، فبعمل الاوف، وما بفتح كده برفع وبعمل الاون وبشغل الراديو. طبعا زي ما انتم شايفين هنا كده الاف ام دي الموجات بتاعتها والترددات بتاعتها، والاي ام بجيب المؤشر على التردد اللي انا عايزه، والاس دبليو نفس الكلام. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، متابعة القناة عشان تشوف كل جديد، واكتب لي في الكومنتات محتاج تشوف ايه تاني. وزي ما انا عودتكم ان انا بعد ما اصور المنتج بختار من الكومنتات حد عشوائي بعد مثلا شهر او شهرين، وبياخد المنتج عليه خصم، وفي بعض المنتجات بياخدها هدية. شكرا.